حياكم الله مشاهدينا الكرام، هنا المركز الثقافي في مدينة سراقب. هذه الصالة الرئيسية، هذه الصالة التي كانت هنا منبع الثقافة والحضارة والأدب. في هذه المنصة هنا مشاهدينا الكرام وقف معظم شعراء سوريا وكبار شعراء الجمهورية العربية السورية. في هذا المكان حضر معظم المثقفين السوريين والعرب أيضا، وكانت هنا مركز للمحاضرات، وكان يوجد أيضا مكتبة قيمة في المركز، ومعرض أيضا معرض فني من اللوحات الفنية وأيضا الحيوانات المحنطة في هذا المكان في المركز الثقافي لمدينة سراقب. هذا حال المركز مشاهدينا الكرام كما تشاهدون. هكذا تركت عصابات الأسد المركز الثقافي في مدينة سراقب، دمرته دمار كامل بشكل كامل، يعني إعادة بناء وليس إعادة ترميم أو إعادة تأهيل. المركز الثقافي في مدينة سراقب يعني كان مكانا لتجمع أيضا الفنانين. في هذا المكان مشاهدينا الكرام أقيمت المسرحيات وأيضا والفنون الشعبية. في هذا المكان كان يقف طلاب المدارس، وأنا أحدهم الذين وقفوا في هذا المكان، وكنا في هذا المكان نحضر المسرحيات وأيضا الأمسيات الشعرية التي كانت تقام هنا في المركز الثقافي في مدينة سراقب. هكذا خلفت عصابات الأسد، هكذا خلفت ميليشيا إيران المركز الثقافي. هم أعداء العلم وأعداء الثقافة وأعداء كل شيء، أعداء الإنسان. أي نعم، الميليشيات الإيرانية وأيضا الميليشيات الأسدية كانت عدو حقيقي للسوريين. للأسف هذا هو الحال، هذا هو المركز الثقافي في مدينة سراقب.